غادي نبداو باول خبر. البارح سمعت باللي عائله رضا الطوجني مهدده بالتشرد. علاش؟ لان المنزل او الفيلا او الشقه اللي ساكن فيها عليها حجز من طرف شي جهه بنكيه. يعني رضا الطوجني كان عنده شي دين فتم الحجز على ممتلكاته. هادشي اللي سمعت البارح، والسبب علاش داروا ليه هذا الحجز لانه هو حجزوا ليه حتى على الحساب البنكي ديالو والمنزل فاش كيسكن. الطوجني كانوا عنده بزاف ديال الديون، ورضا الطوجني قبل ما يتعتقل كتعرفوا بانه هو كان سبق ليه اشتغل مع المخابرات، وخصوصا المخابرات الخارجيه اللي دابا هي برئاسه محمد ياسين المنصوري. ورضا الطوجني كيف ما كتعرفوا كان عنده مشكل مع مدير المخابرات ياسين المنصوري، ودائما ما كان كيخرج ينتقدوا. دابا تصوروا معايا محمد ياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجيه تقريبا راه كبر من لا دي اس تي، والطوجني عيا ما ينتقدوا في الفيديوهات وانتقدوا شحال من مره وما عمرو ولا رفع به شكايه وعمرو ولا دخلوا للحبس. والنهار اللي هضر على عبد اللطيف وهبي على تساؤلات كان كيطرحها ناض دار به جوج ديال الشكايات وراه دابا بحكم بعامين ديال الحبس. المهم غادي نعطيكم واحد الفيديو ديال رضا الطوجني وغادي تسمعوا السبب علاش حجزوا ليه على المنزل ديالو على الحساب البنكي ديالو، اللي كيقولوا باللي في هذا الشهر مارس المنزل ديالو غادي يتباع في المزاد العلني في محكمه اكادير. وعلى حساب ما كيعاود رضا الطوجني كان جاو عنده الناس ديال المخابرات الخارجيه، كان بدا معاهم في الوقيته ديال مولاي احمد العلوي الله يرحمه، وكان كيحسب ليه على حسب القول ديالو باللي كيخدم البلاد، يعني كيخدم الوطن، خصوصا وانه كان مكلف بملف الصحراء المغربيه. قال لك جاو عنده طلبوا منه باش يفتح شي قناه ولا شي جريده تكون متخصصه في الاخبار ديال الصحراء المغربيه، وقالوا ليه غادي تصرف من جيبك وداك الشيء اللي صرفتي غنعطيوه ليك. السيد مشى تسلف وبدا كيصرف من جيبه، قال مادام انني كنخدم البلاد ماشي مشكل، وبدا كيجيب لي فاكتور وكيقدمها للمخابرات الخارجيه وكيقدمها لهم وهما كيخلصوه. وفي واحد اللحظه وقع واحد الخلاف ما بين المدير ديال لاجاد والنائب ديالو اللي هو اللي كان جاب رضا الطوجني. من بعد حيدوا هذاك الرجل الثاني اللي هو النائب، وفي الاخر رضا الطوجني لقى راسو غارق بالكريديات على حسب ما كيصرح. نخليكم مع الفيديو ديال رضا الطوجني واللي غادي يشرح لنا داك الشيء بالتفصيل، وما تزابيوش داك الشيء خفان زربان. ياسين المنصوري كتعرفوا بلا ما نعاود نرجع لنا كاينه فيديوهات وتكلمت عليه شحال من مره على الديون اللي خلى ليا فوق ظهري بسميت. استغل الوطنيه ديالي، استغل لونجاجمون ديالي. كتعرفوا في 2008 2009 خصوصا 2008 كانوا جاوا لعندي الناس ديال المخابرات وانا مناضل من التسعينات في ملف الصحراء. رضا بغينا نديروا واحد الجريده مختصه في ملف الصحراء وانت كديروا هذا وهذا وحنا غادي نعاونوك. معلوم المخابرات الخارجيه ولا اي مخابرات مادام حنا في المغرب، انا كتعرف كل خطره كنقولها المخابرات لا دي اس تي ولا لا جيت ولا بالرغم من الحساسيه ديالها كتبقى اداره من الادارات المغربيه اللي ما كاينش حاجه عندها اكثر حساسيه وهادي ناري سكات داكشي غير باش شي فاشلين كيبغيو يبروا سياسه السكوت ديالهم. علاش لا دي اس تي ما ساكتاش؟ علاش البوليس ما كيسكتش وكيتواصل؟ كتعرفوا اكثر حساسيه من لا دي اس تي ولا من لا جيت كاين الاستخبارات الزراعيه. يلا غتبان لكم شي حاجه اللي غريبه. علاش بغيتوا تضربوا شي بلاد سيروا لها الامن الغذائي ديالها وغادي تفرج اكثر من الا درت هاجمتي عليها عسكريا. الامن الغذائي يلا دونك يعني ان وزاره الفلاحه المغربيه ولا ديال اي دوله عندها واحد القيمه كبيره بزاف. حنا اللي واقع علينا راه بحال بحال الامن الغذائي ديالنا تضرب ومازال كيتضرب وغادي تفرجوا في السنوات اللي جايه. حنا دابا وحنا كنعانيو. جاو لعندي قالوا لي يا رضا بغينا نديروا جريده حنا غادي نعاونوك. انا شنو قلت بان اواه غادي يعطيوني المعلومه، غادي يعطيوني التقنيات، غادي يعطيونا بزاف ديال الحوايج. كنت كتصور داكشي كبير شي حاجه جهاز اللي غادي يعطيك المعلومات وغادي يعطيك الخطط وهذا وناس استراتيج اللي كاينين وهذا وغضربها في برا 90 طاف. وهذا الهدف خدمه قضيتنا الوحده الترابيه. صافي حنا كنا بحال واحد في لاجيت واحد في لا دي اس تي واحد في وزاره الفلاحه واحد في الداخليه مواطن عادي ولا هذا كنا خدمه الوحده الترابيه. هما استغلوا ذاك. بدينا خدام. مني بدينا وحنا في المشاكل، مني بدينا وانا كنكتب عندي ملف كامل وانا كنكتب. يا ودي الله يهديكم نتوما واش هادشي؟ واش هذه هي الاداره اللي كنت كتصور انايا ما عرفت شنو غدير؟ واش هذه؟ المهم شوفوني اش غادي نقول لكم. الويل يعني لا احترافيه لا زين لا مجيب كري ترونت عيت من كتب عيت من فلان اش هادشي كيفاش علاش هذا. واحد النهار صراع ديال ياسين المنصوري والنائب ديالو، صراع بيناتهم ناضت الكيره، واحد توقف الاخر تلف. اشنو قال؟ رضا داك الدين اللي عليك عم بحرك معاه وما خليت ما داك ما خليت ما غوت. واحد الوقيته قالوا لي سير عند
الرجل الثاني راه هو اللي كان مكلف بهذا الملف ديالك، سير عنده شوف معاه. والسيد جريتو عليه، انا كان مع مؤسسه ومشيت لعنده وقلت له اودي الله يهديك. قال لي شوف انا ما بقيتش معاهم، وإلا بقاو كيقولوا لك هذا الشيء انا غنعطيك باش تصمكهم. هو دخلوني انا فايت طلع لي الدم، ما عرفتش، تجرتلت لمده واحد 4 سنين ولا 5 سنين، ماشي تجرتلت، كرفصوني. اين حراسه النظريه، اين العول القضائي، اين احكام، اين ما خلاو جرتلوني، لان كل شيء كان بسميتي انايا. عيب وعار وعدم الاحترافيه انني اليوم ندوي على مدير مخابرات الخارجيه بهذا الشكل. يعني هو كان خصو يتفادى هذا الشيء. انا كنعرف واحد القضيه، المخابرات ديال العالم كله كيتفاداو باش اصابع الاتهام يتوجهوا لهم. المخابرات ديال العالم كله عندك الصح كيجيو الثلاثه معاك وفضي معاك، اودي ما تجبدناش صافي سالينا هكا حق، كذبتي علينا فتريتي علينا نصمكك ندخل فيك وانت شي حمايتي اخبار. الا ياسر المنصور انا جاني بحال شي واحد اللي هو سادي، عنده الساديه، كيتفنن، كيشوفك كتعذب، كيشوفك مرمد، كيعرف بانه راك على حق، وبان كل شيء لا كونطابيليتي المحاسبات كل شيء عنده، كل شيء هذا كيتفنن. اخر مره درت واحد الفيديو على واحد الضريبه جاتني ديال 20 مليون ديال هذا الشيء ديالو، وقلت هذا ودخلوا ناس ومسؤولين لا حول ولا قوه الا بالله غنعيطوا عليه وهذا وكيفاش. والمهم من بعد كيعيطوا عليا وكيقولوا لي رضا السيد دايرها مساله شخصيه، حنا ولينا دابا في اللعب الدراري الصغار، مساله شخصيه وما باغيش، وقال لهم انا هذا الملف صافي ما غاديش نعطيه الريال ويدبر راسو. انا ما طلبتش عندك الصداقه، خليتي الديون تكرفيس وهذا الشيء ما كنطلبش عندك الصداقه. انا ما هربتش لبرا وبديت كنسلخ فيك ونجرتل ولا ندير شي حاجه. مواطن مغربي حر، مواطن كيبغي بلادو كما ديما كنبغيها ومازال كنبغيها وباقي فيها، وجالس هنا في مدينه اكادير وكنتكلم وخدامي انت كتعطي العصا. والبارح جاني حجز من عند الخزينه العامه على الحساب البنكي على حساب هذيك الضريبه. انا كنت كنتسنى حتى ملي دويت وقلت هاد الضريبه اش غيدير هاد ياسر المنصور حريف، ما بغاش يخرجها من عنده وما بغاش يبان كاع، هو غادي يعيط لشي واحد وانتم عارفين عطا الله لمن يعيط، وغادي يقول لي سير خلص هذيك الضريبه. واحد النهار انا غادي نفيق وغادي نمشي للضريبه وغادي نلقاها مخلصه وما معروف شكون اللي مخلصها، ما معروفاش، وطوينا الملف وما غندويش وما شغليش، والله ما دارها والو، خليه يتعذب. انا كيجيني بحال الا كيدفعك بحال داك البيغومان اللي كيشعل العافيه وباغي يطفيها، كيدفعك للتطرف، كيدفعك سير هرب لبرا وبدا تسب وزعما وسخط على المغرب واللي جا منه، ومن بعد غنصيفط لك انا شي مدير يجي عندك يجلس معاك وغادي يقول لك شوف اسيدي كتسنى ريال هاك 2 ريال وسكتنا وغندخلوك المغرب وغنديروا، ويمكن باش يكذبوا على الملك ويقولوا ليه هذاك السيد اللي هذا صافي راه حنا ريقنا المشكله وراه دخل وراه بخير وراه غيبدا يطبل، ما غنهرب ما غندير حتى حاجه. وهذاك الشيء وجالس هنايا. البارح جا الحجز 20 مليون على الحساب البنكي وقال لك يلا فضينا. غادي ندير واحد القضيه، واحد العدد المواطنين كانوا عيطوا عليا وكيقولوا لي رضا وهذا خصوصا في الخارج هنا في المغرب راه غنديروا عافاكم، غادي نحل واحد الحساب بنكي، واللي بغى يتعاون مرحبا، اللي بغى يتعاون مرحبا. المهم الدين ماشي انا اللي درته، ماشي انا اللي درت شركه وفلسات، ماشي انا اللي درت شي حاجه، ماشي والو، الدين ديال المخابرات الخارجيه. عيب وعار اننا اليوم نتكلموا عليه. وهاد 20 مليون ماشي حتى 10% ديال الديون اللي خلاو ليا فوق الدار. واخا لقيت راجل وصبرت وتقاتلت وقلنا غنهزو الراس وماشي مشكل. المهم دابا رضا الطوجني تزادتو كارثه على كارثه جديده، غير الله يدير ليه شي تاولد الخير وصافي. السيد عنده عامين ديال الحبس وهو دابا وسط الحبس العالم به غير الله، وعاد غادي يزيدوه دابا بالسيزي، حجزوا ليه على الدار وحتى على الكونط بونكير ديالو. وباش نكونوا مفاهمين هذه اجراءات قانونيه ماشي تجني او ظلم. هذه القضيه ديال الحجز، اذا دابا هو عليه الديون وباش يستخلصوا هذيك الديون غادي يدوزوا للحجز، تيحجزوا لك على الاملاك ديالك. وفي المحكمه شنو كيوقع؟ كيبيعوا لك الاملاك ديالك في المزاد العلني. على سبيل المثال عندك شي ملك غتبيعه ب 100 مليون وهما كيسالوك 30، غادي ياخذوا 30 ويرجعوا لك 70. وكيقولوا على انه في 26 مارس في هذا الشهر موعد بيع المنزل ديال رضا الطوجني في المزاد العلني. واللي خصكم تعرفوا راه بزاف ديال المغاربه ما كيبغيوش يدخلوا في هذه الصفقات. علاش؟ لانهم كيقولوا هذا سميتو السيزي، والسيزي كيبعدوا منه الناس، ربي ما كيباركش فيه. وانت
كنتمناو حتى شخص ما يتجرأ ويمشي يشري المنزل ديال رضا الطوجني، لان ما حد المنزل ما كيتباعش والعائله ديال الطوجني راهم ساكنين. وهنا كنتكلموا على مأساة ما بعدها مأساة. السيد ما تعتقل المده ديال سنتين، تحكم في واحد الظرف وجيز دغيا زربوا عليه بسبب شكايه ديال عبد اللطيف وهبي كيقول على راسو وزير العدل والحقوق والحريات. قال لكم هذا حقوقي غادي يدخل صحفي للحبس، حقوقي يدمر ويشرد